قلمي يشاركني الكلام، يشاطرني المحبة والهيام، وينثر شعره درا مضيئا لصحب طيبين هنا كراما. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، هذه هي الحلقة الثالثة من برنامجنا دروس وعبر من حياة سيد البشر صلى الله عليه وسلم، ولا زال الحديث بنا عن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم الزوجية. وكنا قد تكلمنا في الحصة الفارطة عن حب النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة. أما هذه الحلقة فسنتحدث بإذن الله تعالى عن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم للطاهرة المطهرة الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أم المؤمنين. وعائشة كانت امرأة نبيهة ذكية فقيهة، ولها مع رسول الله قصص وأخبار وأحاديث كثيرة، ولذلك كثرت روايتها في كتب السنن والسيرة، فيها يعني عنها الروايات في مواقف لها مع رسول الله أو في أحاديث تصف بها حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما قالته رضي الله عنها، قالت: كنت أشرب وأنا حائض، كنت أشرب من الإناء وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فيضع فاه على موضع في فيشرب، وكنت أتعرق العرق أي اللحم المختلط بعظم، أتعرقه يعني آكل منه اللحم. قالت: ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فيضع فاه على موضع في. وهذا إن دل على شيء فيدل على غاية موافقة النبي صلى الله عليه وسلم لها وحبه لها. هذا قمة كما يقال الآن أو يعبر عنه بالرومانسية. بل أكثر من ذلك، تقول عائشة رضي الله عنها: إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي، وأن الله جمع بيني أو أن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته. تقول: دخل علي عبد الرحمن أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر، دخل علي وبيده سواك يتسوك به. قالت: وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدري. قالت: فرأيته ينظر إليه، رأيت رسول الله ينظر إلى السواك كأنه يريده، وعرفت أنه يحبه. قالت: فقلت له: آخذه لك يا رسول الله؟ فأشار برأسه أي نعم، وكان صلى الله عليه وسلم في مرض الموت الذي توفي فيه. قالت: فناولته إياه فاشتد عليه، وقلت: ألينه لك؟ فأشار برأسه أن نعم. قالت عائشة: فقضمته ثم مضغته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستن به أي استاك به وهو مستند إلى صدري. والحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يستاك بنفس السواك الذي تستاك منه زوجته. وهذه أو هذا الحديث هو مزية وفضل لأم المؤمنين، أن الله جمع في آخر حياة رسول الله بين ريقه وريقها في آخر يوم له من أيام الدنيا، وهذا عظيم أو فضل عظيم نالته رضي الله تعالى عنها. بل كان صلى الله عليه وسلم ربما يضع رأسه على فخذ عائشة فينام. تقول رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن، وهذا من طيب معشره صلى الله عليه وسلم وكريم خلقه. بل تقول عائشة: جاء يوم أبو بكر وجعل رضي الله عنه وجعل يعاتبني. قالت: وجعل يكثر من ذلك ويطعنني بإصبعه في خاصرتي. قالت: وما يمنعني من أن أتحرك إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي نائما صلى الله عليه وسلم. وهذا من تواضعه. وهذا أيضا فيه مسألة فقهية، وهي أن المرأة إذا حاضت يعني الله سبحانه وتعالى يقول: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ليس معنى الاعتزال عدم مجالسة المرأة كما هو عند اليهود وعدم مؤاكلتها وعدم الحديث معها، لا، وإنما المقصود بالاعتزال النساء هنا اعتزال الجماع، أن لا يجامعن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجلس كما روت أم سلمة رضي الله عنها، قالت:
كنت أو بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حضت، أصابتني حيضة. قالت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفست أي أحضت؟ قلت نعم. قالت فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة، الغطاء يعني الذي يتغطون به، اضطجعت معه فيه. قالت فدعاني فأدخلني معه في الخميلة، والخميلة هو ما يستعمله الناس ليتغطوا به. وهذا كما قلنا حديث يفيد أن الاعتزال واعتزل النساء في المحيض ليس المفارقة التامة وعدم مكالمة المرأة، أو أن الرجل يعني كأنه يستقذرها أو شيء من ذلك، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل خلاف ذلك. كذلك مما تذكره عائشة رضي الله عنها في حسن تبعل رسول الله وحسن معشره، أنها قالت رضي الله تعالى عنها فيما رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما، قالت رضي الله عنها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد بيني وبينه، يبادرني وأبادره حتى يقول دع لي وأقول له دع لي، يعني يترك للماء، لا تأخذ كل الماء فتغتسل به. وهذا كما قلنا حديث النبوي يستفاد منه أيضا فائدة، وهي جواز أن يغتسل الرجل وأهله في إناء واحد عند الجنابة. هذا كما قلنا حكم فقهي. نعم. وتروي عائشة رضي الله عنها أيضا من حسن معشر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرخم اسمها ويدعوها باسم تحبه. تقول رضي الله عنها قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام، فقلت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. فقوله يا عائش تصغير لعائشة، وهذا يعني تصغير كما قال القاضي عياض رحمه الله، قال هذا تصغير إشفاق ورحمة ومحبة. الزوج قد يصغر ويرخم اسم زوجته لأنه يحبها ولأنه يشفق عليها ويرحمها. وكان صلى الله عليه وسلم يكني عائشة بأم عبد الله رغم أنها لم يكن لها ولد اسمه عبد الله، وإنما لما ولدت أخت عائشة أسماء بنت أبي بكر ولدت عبد الله بن الزبير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عبد الله، وقال لعائشة وأنت أم عبد الله لأنها كانت خالة له. قالت عائشة فما زلت أكنى بها وما ولدت قط، يعني ما كان لي ولد ولا بنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذين الحديثين أم عبد الله وعائش، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحسن إلى زوجه بترخيم اسمها ويعني تدليلها بذلك. ولكن الواقع والحال أنك تجد في هذا الزمان عكس ذلك، فتجد بعض الرجال ربما يسمي يعني زوجته في جواله وفي هاتفه يسميها مثلا كما يفعل البعض غلطة عمري، أو يسميها آخرون يعني المشاكل، أو بل حتى أن أحدهم يسمي زوجته في هاتفه وزارة الداخلية سبحان الله. فالشاهد هنا أن رسول الله كان يرخم اسمها، فلا حرج أو يستحب للزوج أن يسميها بالغالية أو أهلي أو أم أبنائي أو أم كذا أو القمر أو غيرها من الأسماء الحسنة، فهذا من حسن الخلق، وحسن الخلق رزق قسمه الله عز وجل بين عباده. كذلك مما يروى في حسن معشر النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء جار لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فارسيا وكان طيب المرق، يعني يصنع مرقا لذيذا يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فصنع لرسول الله ثم جاء يدعوه لأن يأكل من ذلك المرق. فقال رسول الله وهذه، وكانت بجانبه عائشة، يعني إن كنت تدعوني فادعوا معي هذه. فقال الفارسي لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، يعني لا أذهب معك، إن كنت لا تقبل بأن آتي بزوجي معي فلا أذهب معك. فعاد الرجل يدعوه من جديد، فقال صلى الله عليه وسلم وهذه، فقال الفارسي لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثانية لا، ثم عاد يدعوه في الثالثة، فقال صلى الله عليه وسلم وهذه، فقال الفارسي في الثالثة نعم. يقول أنس بن مالك فقام أي رسول الله وعائشة فقام يتدافعان حتى أتيا منزله، فقام يتدافعان حتى أتيا منزله. والحديث رواه مسلم في صحيحه. علق الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث قال
وهذا يعني من رسول الله صلى الله عليه وسلم كره للاختصاص بالطعام دونها، يعني رسول الله كره أن يأكل طعاما لا تأكل منه زوجه، وهذا من جميل المعاشرة وحقوق المصاحبة وآداب المجالسة المؤكدة. فانظر إلى هذا وانظر إلى حال بعض الرجال، يذهب مع أصحابه إلى المطاعم فيأكل ما لذ وطاب من الطعام، ثم يعود إلى بيته ويدخل ويكشر ويقول أين الطعام؟ لم تصنعوا طعاما، أنا جوعان، أنا كذا، دائما هذه الحال وهكذا. وبينما رسول الله لا يذهب لهذه الوليمة التي دعي إليها أو إلى هذه الضيافة التي استضيف إليها حتى يعني يأذن المضيف في أن تأتي عائشة رضي الله عنها وأرضاها معه. وهذا ليس غريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ هو القائل: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم خلقا. فكان صلى الله عليه وسلم رفيقا لينا، وهو يعني النبي عليه الصلاة والسلام قد كان أوصى في آخر حياته في حجة الوداع، قال: أوصيكم بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، فإنهن عوان عندكم. نختم بهذا الحديث في نفس الموضوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن معشره، وهو قدوة لنا، من أراد أن يتزوج أو أن يعاشر زوجة ينبغي أن يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويطلع على حياته حتى يتعلم منه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة رضي الله عنها، يقول لها: إني لأعلم إن كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. يعني كان يراعي المشاعر، يعرف مشاعر زوجته، متى تكون راضية ومتى تكون غضبانة. تقول عائشة: ومن أين تعرف ذلك يا رسول الله؟ فقال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، تقسمين برب محمد، بالله رب محمد. قال: وإذا كنت علي غضبة قلت لا ورب إبراهيم. سبحان الله. فقالت عائشة، وانظروا إلى هذا التعليق الذكي منها، عائشة كانت امرأة ذكية نبيهة حسنة التباعل رضي الله عنها، فقالت: أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك، يعني حتى إذا غضبت عنك لا أهجرك أنت في الفراش أو أهجر مجالستك أو محادثتك، لا أهجر إلا اسمك. فكم نحن محتاجون في هذا الزمان إلى أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم ونقرأ سيرته ونتعلم منه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.